السلام عليكم يا جماعه. دلوقتي انا طالعه انا ووالدي نوضح بس موضوع الجريده والمواقع والصحافه والتلفزيون والمحامين اللي رافعين قضيه على ايه؟ انا ووالدي بنتخانق. يعني انتوا رافعين قضيه على ايه؟ انا مثلا انا بكلم بنتي. انا هو انت لما واحد يكلم بنته انا حصل ما بيني وما بين والدي تاتش، وانا مثلا شتمت. انت عارف انا شتمت عشان ايه؟ يعني انت سبت الجزء اللي انا شتمت عشانه. يعني انت بتاخد الفعل وما بتاخدش رد الفعل، او بتاخد رد الفعل وما بتاخدش الفعل. انت ما بتعرف بنتك او حاول تعرفها الصح من الغلط، تتكلم عليها وتتكلم على الدنيا كلها. ده بنتك لازم تحافظ عليها. وبنتي عندها حاله عصبيه، واخد بالك؟ الحاله العصبيه دي اصلا بتخليها تنهار وبتقول حاجات غصب عنها ما تعرفهاش، فانا بستحملها. انا ما بكونش في وعي، انا حقيقي ما بكونش في وعي. انا عامل الشعب كله مش هيستحملها، بس انا لازم استحمل بنتي. هو الصحفي اللي هو بيتكلم ده والاعلام اللي عمال يتكلم ده، الصحفي اللي بيتكلم ده او الاعلام اللي بيتكلم ده، لو عنده بنت تعبانه زيها هيذبحها، هيشوطها، ولا ياخدها في حضنه ويطبطب عليها لو هي عندها التعب ده. لكن الصحفي ده مش فاهم حاجه وما بيفهمش اي حاجه اصلا، لان دي بنتي وتعبانه انا لازم استحملها. وانا عارف الناس كلها عارفه اللي ما يعرفوش عنها كده، لكن انا عارف بنتي فيها ايه وانا بستحملها مهما يكون. دي بنتي جالي بعد اذنك، جالي من كذا حد ان في محامي رفع عليا قضيه. في ايه؟ انا واحده مريضه نفسيا، ما عنديش عتاب زي المعاق، زي العبيط، زي المجنون. ما عنديش عتاب. هتاخدني تعاتبني على ايه؟ على حاجه انا مش في وعي. يعني انا لو طلعت لك تحاليلي واشاعاتي والاشاعات ليا على المخ وده كله، وطلعت لك نسبه الذكاء وطلعت لك كل حاجه انا عاملاها من اولى اعدادي، انا اقدم فيك انت بلاغ. فين الشكوى اللي انت تاخدها وتعمل عليا محضر؟ ليه تعمل عليا محضر اصلا؟ او ليه تطلع تعمل عليا شكوى نائب عام ومش عارفه ايه؟ ليه الكلام ده كله؟ انت عاوز الشير يعني؟ انت عاوز الشير يعني؟ انا طلعت في لايف انفعلت واتخانقت، عارفه ان ده غلط مني وان انا اشتم وان انا اتعصب، وعارفه ان في ناس تحتيه بتتفرج وانا قدوه الناس وناس بتشوفني، بس انا غصب عني. مشكله حصلت وانا غصب عني، وده رد فعلي كان قدام الكاميرا غصب عني، وانا عارفه ان ده غلط، وانا اسفه لكل الناس اللي شافتني بمنظر زي ده او الناس اللي شافت مني غلط، بس ده مش من طبعي. بس انا غصب عني ده حصل مني، وانا والدي ما فيش اي حاجه. فلوسي انا هو مع بعض، وان شاء الله يعني الدنيا محلوله خالص وما فيش اي حاجه. محدش ليه دعوه باي حاجه خالص. دي بنتي وانا حر، انا اكلمها اضربها ازعق لها، محدش ليه حاجه عندي. دي بنتي انا بعلمها الصح من الغلط فين، محدش يتدخل. انت بتتدخل بمناسبه ايه؟ انت لو بنتك شايفها في ماشيه غلط هتتدخل ولا مش هتتدخل؟ هتتدخل. لو بنتك تعبانه هتسيبها ولا هتذبحها ولا تشوطها؟ مش هتذبحها، هتاخدها في حضنك وتحضن عليها. ده بنتك، دي بنتي. هي انا عارف ان هي تعبانه وبتعمل ده غصب عنها وانا مسامحها. محدش ليه حاجه عندنا انا خدت جنب سكه. وادي البنت اهي محدش ليه حاجه عندنا. اللي يعرف يعمل حاجه معانا يجي يعملها. ماشي؟ بعد الفيديو ده ندعونا. والسلام لاحلى ناس في الدنيا كلها، شعب مصر حلوين كلهم. والله سلام. ابعتوا لنا عيش وحلاوه. عيش وحلاوه. خربت الدنيا يا ايمن. الفيديو شغال.